الارباح تندفع من اصل راس مالهم اللي حاطينه. ايه في الاخر يا سيدي نبقى نقول لهم خسرنا. ما هي التجاره من ده على ده. خبر ايه يا جناب المحاسب وانا اللي هعلمك؟ ده انتوا شله بكالوروسات بتلهفوا ماهيه وزراء. لا صحصحوا معايا لا اقفلها. السلام عليكم يا حاجه. وعليكم. حقك علينا. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ايه اللي بتعملوه ده يا مجانين؟ فجعتوني. احنا اولادك وخدامينك. احنا غلطانين يا ست حاج. الهي يهدوكم، واللي عايز يحق نفسه يقوم ينط كده زي التور. معلش حقك علينا. وتوبه لو نزعلك تاني يا حاج. لا ما عادش يجي منه خلاص. يلا اجروا روحوا صوحوا في الشوارع. معلش يا حاجه انا اللي ضامنهم. ما كانش يتعزي يا معلم. خلاص ما عادوش يلزموني. اساليهم انا عملت فيهم ايه؟ انا قدرتهم وزعلتهم اخر زعل. لحد ما فاقوا روحهم وعرفوا ان ليا حق. وبعدين بيني وبينك انا اعطيت لهم كلمه وقلت لهم ان الحاجه مش هتكسفني. طب انا اعمل ايه بقى بعد الرجاله اللي سايبتهم شغلهم عند المرضني ومسكتهم الوكاله؟ يا حاجه بدوله والبزاوي عارفين ان دي وكالتنا واللي استعدى علينا يبقى مستغني عن روحه. بتاعتكم منين بقى؟ كانوا فاتوها لكم ابهاتكم ولا ورثتوها معايا من المعلم عبد الشاطر؟ ما يقصدش يا حاج. لا اقصد والحاجه عارفه. يا حاجه الوكاله دي بتاعتنا بالعشم والعيش والملح. كل اوضه فيها مساحات على جبيننا وكل طاوله شافتنا وعارفينها كويس. واذا كنت مستغنيه عننا احنا مش مستغنيين عنك. طب ولما انت عارف كده سقت العوج ليه؟ ما انت عارفه عوض فين يا حاج، وانت اللي مربياني وعارفه. خلاص خلاص يا نونو انا بالنيابه عن الحاج بقول لك يلا خد حمو وروح شوف شغلكم. انا ما اقدرش اكسر كلمه المعلم حنفي. تعيش يا حاجه. شكرين يا معلم حنفي. ترد لك في المسرات والاوقات العصيبه. ربنا يهديك عليك. شربوها. انا راهن اشارتك يا حاج. الو مين؟ ابو طالب؟ ايوه. قول يا اخويا وفرحني. هفوت عليكي بعد ساعتين في البيت وهقول لك على التفاصيل. لازم المعلم حنفي يكون عندك، عايزه ضروري. ايوه يا حاجه هتعرفي كل حاجه اما اجيلك. مع السلامه. يلا لاقيمنا على العقد والوصل. هما فين؟ موجودين. هما ايه اللي موجودين؟ هاتهم. الصبر حلو. احنا بنلعب مع بعض. طلع العقد والوصل من جيبك. لا ما هماش في جيبي. امال فين؟ يعني مستحفظ عليهم في مكان امين. وما جبتهمش معاك ليه؟ مش لما نتفاهم الاول؟ اتفضل. الألف ملطوشة هم. واحنا بقى واثقين فيك. روح هات العقد والوصل حالا. انا عايز 5. 5 ايه؟ 5 بواكي مقفولين بورقه البنك. الله، بتبتزنا يا رجب. العفو يا متر، انا بس بقدر قيمه البضاعه اللي معايا. وما قدرتهاش ليه واحنا بنتفق؟ عدم المؤاخذه، اصل انت كلفتني وخدتني على مشمي ودخلت عليا بموضوع 1000 جنيه ده. خضتني اول ما خدت منك انا الورقتين وقريتهم وعرفت ان دول وصل وعقد. فكرت وقلت ياض يا رجب افرض الاستاذ انيس هرش اللعبه وقفشك وانت بتمضيه على الورق، هيعمل فيك ايه؟ بالقليل وهيتهمك بالتدليس. تدليس؟ ما تاخذنيش يا متر، من جور الحداد يكوي بناره، ومش المحامين بس اللي بيفهموا في القانون. ايوه. كمل المحاضره يا استاذ رجب. لا ما عادش فيها كلام، انا عملت عمليه خطره وعايز تمنها. وبعدين ما تنساش ان المساله دي هتتكشف وهيتقطع عيش. ماشي يا استاذ رجب. 5 على ما تروح تجيب العقد والوصل اكون دبرتهم لك. ما فكرتش لحظة وانا منفعل انفعال صبياني ملوش مبرر اني بدوس على ابسط قواعد الذوق وبسيب البيت من غير ما اسلم على صاحبه واشكره. انا ما انكرش اني اندهشت واستغربت ويمكن استأت شويه. وانا جاي اعتذر لك وبتعشى ما تكونش زعلان مني. انا قابل اعتذارك طبعا،
انما بقى من حيث الزعل مش انا اللي زعلان يا استاذ هشام. عارف، اكيد لها حق تزعل. يا ترى ممكن اشوفها واعتذر لها؟ طبعا، بس لما ترجع ان شاء الله. ترجع منين؟ اصلها سافرت مصر النهارده. تاني؟ الدكتور مفيد يا سيدي صحانا الساعه 6 صباحا وقال انه عايزها معاه في مصر ضروري. تصور حضرتك انه ما قاليش حتى انه مسافر. معلش، انا اسف على الوقت اللي خدته من سيادتك. هو في الحقيقه وقت المرضى. تشرفت يا استاذ هشام. انا بعتذر مره تانية. لا ولا يهمك. مساء الخير يا أستاذ العزيز. اهلا. الله، حضرتك مش فاكرني؟ هو انت حد ينساك يا شاطر؟